السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الشناوي أو كورة مع الشناوي. النهاردة يا جماعة معانا شوية أخبار قوية جدا جدا جدا، ولكن قبل ما نقول أي حاجة ما تنساش تعمل اللايك بتاعك وتعمل السبسكرايب وتشترك معايا بقى في القناة. عشان إيه؟ عشان يجيلك كل جديد، وأهم حاجة تفعل زر الجرس. اول خبر بقى معانا عن محمد صلاح، بيقول لك مو صلاح عنوان للتحدي. محمد صلاح ياخد تدريبات منفردة على استاد القاهرة رفقة مين؟ رفقة مدرب الأحمال الخاص بيه استعدادا لكأس أفريقيا 2025. وفي خبر هنا بيقول لك نادي الزمالك بيدرس بيع أحمد حمدي في شهر يناير. والنهارده ما تنسوش قمة الليلة المنتظرة، من يحسم لقب الانتر كونتيننتال. باريس سان جيرمان بنجومه امام فلامينجو بروح القتالية. فمين اللي هيكسب؟ مستني رأيك طبعا في الكومنتات. محمد صلاح يحتل المركز السادس في ترتيب النهائي لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم. يعني محمد صلاح يا جماعة بقى في المركز السادس في ذا بيست. امام عاشور يهدي قميصه لاحد الجماهير بعد فوز مصر على نيجيريا. راح كده للمدرجات ورمى التيشيرت لحد من جماهير عشوائي وممكن يكون صاحبه. محمد عبد المنعم طبعا يساند لاعبي المنتخب خلال لقاء نيجيريا، وزي ما شفنا طبعا كان رامي ربيعه وتريزيجيه وشويه لعيبه كده من يعني الناس المصابه او المستبعدين، او يعني الكابتن حسام ما استخدمهمش في المباراه. وزي ما انتم عارفين ان كابتن حسام حسن طبعا راح للجمهور عشان يحييه. فربنا يستر يا جماعه في كاس افريقيا، ده هيكون مباريات صعبه جدا جدا جدا، ونتمنى ان منتخب مصر يعمل فيها حاجه. وتعالى بقى اقول لك نبذه كده سريعه عن النتائج او الارقام اللي حققها حسام حسن مع منتخب مصر. لعب 12 مباراه، خسر 3، اتعادل 5، جاب 30 هدف، واستقبلت مرماه او دخل فينا 15 هدف. وطبعا يستروب مدرب النادي الاهلي كان بيتابع مباراه المنتخب المصري امام نيجيريا من مدرجات استاد القاهره. يعني يستروب المدرب كان موجود. وفي من ضمن الاخبار اللي عندنا ان بيراميدز بيضغط للحصول على خدمات اسامه فيصل من البنك الاهلي، وقد يكون هناك صفقه تبادليه الى جانب مقابل مادي مع وجود اسماء مرشحه للصفقه مثل اوباما او مروان حمدي او محمد رضا بوبو. دي بقى تقريبا كانت اخر الاخبار او اهم الاخبار معانا في الفيديو ده. فما تنساش تعمل ايه بقى اللايك بتاعك وتعمل فولو وسبسكرايب عشان اول لما ننزل فيديو او اخبار جديدة يجيلك على طول. سلام سلام.